إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن القيم العليا في دين الله رب العالمين، والتي جاءت في الكتاب والسنة، قيمة العلم. فما أحوج الأمة إلى ترسيخ هذه القيمة وإنشاء الجيل عليها. ويكفيك دلالة على ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر خير خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له في محكم التنزيل من سورة طه: وقل رب زدني علما. يقول السعدي رحمة الله تعالى عليه في تيسير الكريم: أمره الله تعالى بطلب الزيادة من العلم، فالعلم خير، والكثرة منه مطلوبة، والطريق إليها أي إلى الكثرة من العلم هو الاجتهاد والشوق إلى طلب العلم. اجتهاد وشوق إلى طلب العلم. سؤال الله تعالى والاستعانة به والافتقار إليه في طلب العلم. لذا يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، نقلا عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد من العلم الذي من الله رب العالمين عليه به حتى توفاه ربه تبارك وتعالى. ثم ذكر حديثا رواه ابن ماجة في السنن من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، والحمد لله على كل حال. قال الألباني رحمة الله تعالى عليه: صحيح دون قوله والحمد لله، أي أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني، أي أن الأمر لا ينحصر في مجرد طلب العلم أو الاستزادة من العلم، وإنما لا بد أن أنتفع بهذا العلم بأن أعمل به. لذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ أمر الله تعالى: وقل رب زدني علما، فدعا ربه تبارك وتعالى وعلم المراد من الاستزادة من العلم، فقال: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفاك ثم كفاك ثم كفاك. وكما يعلم الكل أن أول ما نزل من القرآن على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى
قرن وربط بين القراءة وبين الخلق وبين العلم وبين القلم، وهو أحد أهم وسائل طلب العلم وكتابة العلم. أقسم الله رب العالمين به في مطلع سورة نون: نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله رب العالمين. فقيمة العلم عباد الله من أعلى القيم في دين الله رب العالمين، وما أحوج الأمة إلى هذه القيمة، سيما في هذا العصر الذي تطاولت فيه الأمم علينا. فبقدر ما عندك من علم ومعرفة بقدر ما تهيمن وبقدر ما تسيطر. فمن أولى بهذا العلم؟ العلم الذي جعله الله رب العالمين في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أولى به من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن العلم لا يمتد إلى ما تراه أمامك في خلق الله رب العالمين، سواء في النبات، سواء في الصخور وفي باطن الأرض، سواء ما تراه في الهواء ومن غازات تختلط ولها نسب معلومة، ما تراه في البحار وفي الأنهار، ومن قوانين الطاقة التي تتجلى في الشمس وفي غيرها وفي الرياح وفي الماء. من أولى الناس بطلب هذا العلم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي من الغرب في مطلع القرن الذي مضى في العام الثالث بعد 1900 أخذ جائزة نوبل في الفيزياء، إلا أن الرجل اعترف أن هذه الجائزة هي حصيلة قراءة 30,000 كتابا من كتب المسلمين. هي حصيلة قراءة علم تركه المسلمون هناك في الأندلس. فتأمل في حال أسلافنا كيف أنهم جمعوا بين العلم الذي يؤصل للإيمان بالله، فأعظم العلم الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان الذي يجعلك موحدا لله تبارك وتعالى، الذي يجعلك خائفا من الله تعالى، مخلصا لله جل جلاله، معظما لله تبارك وتعالى، لا تنطق إلا بالحق، ولا تخشى في الحق لومة لائم، ولا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم الذي يؤصل للإيمان بالله، أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بربوبيته وانفراده في هذه الربوبية، أن تؤمن بألوهيته، أن تؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله. أشرف العلم وأعظم العلم، هذا هو الذي يفتح لنا أبواب العلم في مخلوقات الله رب العالمين. فحينما نتأخر، حينما نتخلف، هم قرروا قانونا بقدر ما تعرف وتعلم بقدر ما تهيمن وتسيطر. ففاقوا علينا في علم المادة، وكان ينبغي أن ننطلق إلى علم المادة من العلم الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلن تجد أشرف ولا أكمل من إنسان آمن بالله ربا، إلها معبودا لا إله إلا هو ولا رب سواه، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا خاتما متبعا أمرنا الله تعالى باتباعه، آمن بالإسلام دينا. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن والهوية تخدش؟ يملى على المسلمين اليوم في شؤون دينهم. لماذا؟ لأننا نمد إليهم أيدينا، نقترض، نأكل من زرعهم، نأكل من غرسهم. فأين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندنا في صحيح البخاري كتاب الحرث،
كتاب الحرف. هذا الكتاب عباد الله فيه حديث تعلم الشأن. أول باب فيه باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه غيره. تأمل حينما يقول الإمام البخاري ذلك: ما من مسلم يغرس غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه من طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. دلالة على فضل الغرس والزرع وعمارة الأرض. فالزرع شأن من شؤون الدنيا. نحن بحاجة إلى أن نزرع أرض المسلمين، لا أقول أرضنا فقط، فلا بد أن تعلم أن أرض المسلمين ممتدة وفيها أرض معطلة، ووالله إن زرعت لعمة المسلمين وغير المسلمين. فأين نحن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حينما تجد حديثا في ذات الكتاب، في كتاب الحرف، حينما يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من البادية وكان يحدث أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه أن يزرع. نعم. فقال له: أولست فيما شئت؟ ما الذي تريده؟ فكل ما تريده تجده في الجنة. فقال: بلى ولكني أحب أن أزرع. هذا حديث في صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال: بلى ولكني أحب أن أزرع. قال: فدونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده حتى صار أمثال الجبال. ما المراد بهذا الكلام؟ المراد كما قال الحافظ ابن حجر أنه لم يكن بين أن بذر واستواء النبات بعد خروجه وحصده وقلعه وتذريته وجمعه إلا مقدار لحظة بالبصر، في طرفة عين، لأنك في الجنة. الرجل أحب أن يزرع، الله رب العالمين قال: لك في الجنة ما تحب ولك ما تشتهي، ولكن الرجل فارق الدنيا وهو محب لأمر من أمور الدنيا، يريد أن يزرع فبادر، يعني ما إن زرع أخرجت الأرض، وما من أخرجت الأرض استوى الزرع، فلما استوى جمع وقلع وذري وحصد، فكان الحصاد أمثال الجبال في طرفة عين، في لمحة بصر. هناك لا أسباب، لأن الآمر هو الله تبارك وتعالى. في طرفة عين ما إن بذر أخرجت الأرض، وما إن أخرجت استوى الزرع فقلع وحصد وذري وجمع، فكانت النتيجة أمثال الجبال. فقال الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، اشبع. فتأمل في هذا الأمر في الآخرة. أما في الدنيا كي تصل إلى مثل هذا الجبل من حصاد من الحبوب مثلا، لا بد من وقت، ولا بد من عمل، ولا بد من علم، ولا بد من جهد، ولا بد من آلات، ولا بد من أيد تعمل. كل هذه أسباب شرعها لنا ربنا ودلنا عليها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمرنا أن نمشي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأمرنا الله رب العالمين بطلب الرزق، أمرنا بالسعي، أمرنا بالأسباب. وقل رب زدني علما. أساس كل ذلك ماذا؟ الزيادة من العلم. كما يقولون: بقدر ما تعرف وتعمل بقدر ما تهيمن وتسيطر، بقدر ما تعرف وتعمل بقدر ما يكون الاقتصاد قويا.
أن يكون المجتمع متماسكا، وقبل كل ذلك أن تحافظ على دينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. علمنا صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهو عند الإمام مسلم في الصحيح: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. لم يقف عند أمر الدين، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فأمر المعاش لا بد له من إصلاح. أنتظر حتى يعطيني علوج الغرب القمح أو الذرة أو ما شابه؟ فينبغي علينا أن نزرع وأن يفيض الزرع من عندنا فنعطي ولا نأخذ، فاليد العليا خير من اليد السفلى. ألم يعلمنا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بمعنى أن استيراد المطعم سبة، استيراد ما تطعم سبة، لابد أن نعلم ذلك. فلا بد من أن نجتهد. بماذا؟ بالاستزادة من العلم. أي علم؟ العلم الأول عباد الله الذي يؤصل للإيمان بالله. فما دمت مؤمنا بالله تبارك وتعالى ستخلص، ما دمت مؤمنا بالله رب العالمين ستوفق، ما دمت مؤمنا بالله رب العالمين سيدفع الله عنك الآفات. انظر إلى الآفات التي يبتلى بها الزرع ويبتلى بها الضرع. كيف يكون الحال؟ كيف يكون حال الناس؟ فلا بد أن نفهم القضية، فهي قضية كبرى نؤصل لها بالعلم، بالبحث، أن نعلم أولادنا أن أول ما نزل في القرآن: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علمنا صلى الله عليه وسلم وعلمنا القرآن. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لأنه طلب للدنيا فقط. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقدم حسنة الدنيا على حسنة الآخرة. تأمل في هذا الدعاء المبارك، كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما حسنة الدنيا عباد الله؟ يقول السعدي رحمة الله عليه: حسنة الدنيا كل ما يحسن وقعه عند العبد ونفعه من رزق هنيء حلال واسع. رزق هنيء حلال واسع، أن توسع في الرزق لك ولمن يعمل معك. فكلما كنت سببا في فتح بيوت الناس كان لك الأجر عند الله تبارك وتعالى. هذا دين، ينبغي أن تعلم أن هذا دين. فحينما تطلب حسنة الدنيا بالرزق الحلال الهنيء الواسع، هذا دين، أمرك الدين بذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا رزق هنيء حلال واسع، زوجة صالحة، ولد تقر به العين، ولد صالح تقر به العين، علم نافع وعمل صالح وما إلى ذلك عباد الله. فعلينا أن نتعلم من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نتمسك بالقرآن علما وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، الله رب العالمين يأمرنا في القرآن العظيم: فاستبقوا الخيرات. يأمرنا بالمسابقة، أن نكون من السابقين، أن نكون من الأوائل. فكما ينبغي أن نكون من الأوائل في شأن الدين، لابد أن نكون من الأوائل في شأن الدنيا. لماذا؟ لأنهم لما تقدموا علينا أملوا علينا،
ثقافتهم الفاسدة، وأنتم تعلمون ذلك. يملى على المسلمين ما فيه مخالفة الدين. لماذا؟ لأنهم أعلى منك في الاقتصاد، أعلى منك في البحوث العلمية، أعلى منك في المعرفة، عندهم من المعرفة ما ليس عندك، يتحكمون في مطعمك ويتحكمون في مشربك. مع فرقة المسلمين يتمكنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا سبيل إلا بصحة المعتقد وسلامة المنهج الذي يجمع ولا يفرق، الذي يعز ولا يذل، الذي يرفع من شأن المسلمين ويعز شأن المسلمين. فأين نحن عباد الله من هذه القضية، قضية الأولية في الدين؟ يعني حينما تقرأ في صحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر الغفاري، قال: وكنت أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، فحسبت لأبي ذر. أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو ذر الغفاري. فكانت أولية لأبي ذر، حسبت له. أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. أول من أسلم من النساء أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق. أولية. أول من أذن بلال. لماذا جيء بهذه الأخبار إلينا؟ لتكون حريصا على الأولية في الدين، بمعنى أنك إذا ما قمت إلى الصلاة فكن أول من يأتي بيت الله. كن أول من يأتي بيت الله. إذا طلبت كلمة الحق كن أول من ينطق بالحق. إذا طلب الإحسان كن أول من يحسن. هكذا. وإذا كان الأمر في أمر الدين فكذلك في أمر الآخر، في أمر الدنيا. لماذا؟ لأن حكم الزراعة، الصناعة، التجارة، الطب، الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، حكمها فروض كفاية. لماذا؟ لحاجة الأمة إليه. الأمة لا تستغني عن الزراعة، فصارت الزراعة فرض كفاية، بمعنى إن قام بها البعض سقط عن الآخرين. فإن لم يزرع أحد من الأمة ومدت الأمة يديها للآخرين شلت يداها وأثمت الأمة كلها. لماذا؟ لأنها لم تقم الفرض الذي به تصون دين الله وتصون به عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان. كذلك الصناعة، فلا بد من توطين الصناعة. هذا أمر دين قبل أن يكون أمر دنيا. لماذا؟ لأن تخدش هوية الأمة حينما يطلب منك المساواة في المواريث بين الرجال والنساء. ماذا تفعل حينما يطلب منك العلاقات بين الذكور والإناث واختلاط بعضهم ببعض لتكون الإباحية؟ نسأل الله العافية. تطلب منها كما جاء في مؤتمر السكان في القرن المنصرم. هذه أمور واضحة والكل يعلمها. فبقدر ما نحوز من علم، وأول العلم الإيمان بالله، ثم علم الدنيا وعلم القوانين وسنن الله تبارك وتعالى، فلا بد عباد الله من أن نتسابق في إحراز الأولية في أمر الدنيا. نحن أولى أن نكتشف القوانين التي اكتشفها علماء الغرب. لماذا؟ لأن الأصل علماء المسلمين. الأصل في العلم الذي وصلوا إليه العلم الذي تركه علماء المسلمين، والكل يعلم ذلك ولا يجحد ذلك إلا كل جاحد. فعلينا عباد الله بالعلم، وإذا ما علمنا علينا أن نعمل. تقرير في العام 92 في القرن المنصرم عن حجم الإنتاج وكيف نعمل، أي إلى أي قدر نعمل. 21 دولة عربية، 234 مليون نسمة، إنتاجها مثل نسبة 21 من إنتاج ألمانيا. بمعنى أن ألمانيا أنتجت في هذا العام 5 أضعاف إنتاج 21 دولة عربية. 55 دولة إسلامية
إنتاجها المحلي 1150 بليون دولار. فرنسا لوحدها بمفردها 1500 بليون. فاقت فرنسا في الإنتاج إنتاج 55 دولة إسلامية. اليابان 2400 بليون دولار، ضعف إنتاج 55 دولة إسلامية. اليابان، نعم، لا يوجد في اليابان موارد طبيعية قدر ما عندنا من خيرات، من شمس ورياح وكذا، وفي باطن الأرض وعلى ظهر الأرض، ولكن عندهم ما ليس عندنا للأسف. كما يقول أهل العلم العلماء، عندهم الإنسان الذي يفجر منابيع الثراء ويحول التراب إلى ذهب بإذن الله كما قال. فأين نحن عباد الله؟ معنى ذلك أننا لا نعمل، معنى ذلك أننا لا نعلم، ونسأل الله العافية. فكيف يكون هذا قيمة العلم عند أمة أمر الله تعالى نبيها صلى الله عليه وسلم ونحن تبع من بعده؟ وقل رب زدني علما، سواء كان العلم الذي في كتاب الله وسنة رسوله، ثم العلم الذي به نهيمن والذي به نسيطر على أحوالنا. فلا بد عباد الله أن نعلم أن مصادر قوتنا أولا قبل أن نبني معرفة، لا بناء للمعرفة ولا للبحث العلمي إلا أن نبني أولا في أولادنا وفي أجيالنا الإيمان بالله. لن تجد أشرف ولا أكرم من المؤمن بالله، الذي يقول الحق ويبتعد عن الباطل، الذي يأتي الحلال ويبتعد عن الحرام، الذي يقر لله تبارك وتعالى بالطاعة، الذي وعد الله رب العالمين هذه الفئة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. سورة يونس. فلا بد أن نقف هذه الوقفة عباد الله، وأن نعلم أن العلم ضرورة من ضرورات وجود الأمة. وجود الأمة ككيان وسط الأمم الأخرى، لا كيان لنا الآن ولا قيمة لنا الآن بدلالة ما يفعله الكيان القذر، الكيان الصهيوني. وراءه من؟ وراءه الغرب كله. الغرب كله يفتح الخزائن ويفتح المصانع وخزائن الأسلحة، كلهم وراءها. هذا الكيان المزروع في هذا المكان نكاية أولا بمصر. فلا بد أن نقف الوقفة التي بها نستزيد علما، نزداد إيمانا بالله ونزداد يقينا بالله، أن نبحث في المعامل، أن ننفق الأموال. لا بد أن تنفق الأموال. معامل البحث، حينما تسأل أحد الطلبة في كليات العلوم أو في كليات الهندسة أو الكليات العلمية عن حال المعمل يرثى له. إن لم يكن عند الدولة ما تدعم. لا بد أن ننفق أموال من باب الصدقات الجارية لتنفيذ هذه المشروعات. هناك اختراعات وبراءات، يقولون أن اليابان أحرزت براءات اختراع 5 أضعاف أمريكا. اخترعوا نتيجة للعلم، لثروة المعرفة والعلم عنده 5 أضعاف ما عند أمريكا من براءات الاختراع. أين نحن عباد الله من هذه القضية؟ حتى العمل، حتى الإنتاج. معنى ذلك أننا لم نتمسك بديننا بعد التمسك الصادق. فلا تمسك بهذا الدين تمسكا صادقا يدفعنا دفعا إلى إبراز سنن الله وحكمته وقوانينه في خلقه وفي كونه، في البر وفي الجو وفي الهواء، إلا بصحة العقيدة في الله تبارك وتعالى، إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لنا حال الرجل في الدنيا. دل ذلك الحديث: الرجل يطلب من الله تعالى: أحب أن أزرع، بلى ولكني أحب، أنا في الجنة وعندي ما أحب وعندي ما أريد، لكني أحب أن أزرع. فأذن الله رب العالمين له بالزرع. أخذ العلماء منها أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا، لدرجة أن الرجل مات وانتقل إلى الجنة وما زال في نفسه حب الزرع. فأين هذه المحبة عباد الله؟
أن نأكل من زرعنا، أن نأكل من صناعتنا، أن نأكل من تجارتنا. أين هذه العزة التي نصون بها عقيدتنا ونصون بها ديننا؟ يملى علينا، أنت تعلم ذلك، يملى علينا ليل نهار، يملى على المسلمين التغيير في أصول هذا الدين. بماذا؟ ما الذي أذن لهؤلاء الملحدين؟ لضعفنا ولضعف قوتنا ولضعف عقيدتنا، فلا بد أن نقوي عقيدتنا في ربنا وأن نلتزم منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كنت تجد أمثال هؤلاء الملحدين. أيكون في مصر من هؤلاء الملحدين أحد؟ وجد، نسأل الله العافية. فأين العلماء؟ وأين المتعلمون؟ وأين طلاب العلم؟ فيا أيها الناس، لا بد أن تعلموا أن طلب العلم ضرورة حياة للفرد ولمجتمع المسلمين كلهم. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، أن نصون ديننا بالحرص على دنيانا، حرصا به نحفظ ديننا، به نفوز بالآخرة. كما قال رجل لأحد السلف: إنك لتحب الدنيا. قال له: أخبرني، الآخرة تنال بالطاعة أم بالمعصية؟ قال له: بالطاعة. هو يلام أنه يحب الدنيا، فقال له: أجبني، الآخرة تنال بالطاعة أم بالمعصية؟ قال له: بالطاعة. قال له: الطاعة تنال بالحياة أم بالممات؟ قال له: بالحياة. فقال له: لحياة أكتسب فيها قوتا به أطيع الله تبارك وتعالى لأفوز بالآخرة لهي أحب إلي. إذا النظر إلى الدنيا نظرة أنها بلاغ إلى الآخرة كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ندع أحد يستطيل على ديننا ولا على عقيدتنا ولا على عبادتنا بقدر ما تعلمنا وبقدر ما انتفعنا بما علمنا الله رب العالمين وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا حاسدا. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أبدل عسرنا يسرا، أبدل عسرنا يسرا، وأبدل جهلنا علما، وأبدل شكنا يقينا. اللهم أبدل شكنا يقينا، زدنا إيمانا ويقينا وفقها. احفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا أرضنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا خيراتنا، احفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا أولادنا. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الناصحة، البطانة الصالحة. اللهم ألزمهم بطانة الأمانة وأبعد عنهم بطانة الخيانة. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. نسألك ربنا حسن الختام والوفاة على ملة الإسلام، وأن تلحقنا بنبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في جنتك دار السلام بسلام. اللهم آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.